مش جديدة على احتلال وعلى كيان بيتفنن ازاي يكون نجس وخسيس ان هو يجي في ايام مفترجة زي دي ويكتر من المذابح ويكتر من الاعمال الاجرامية اللي تكسر وتهد الحيل. آه للاسف احنا يعني خلاص ما عدناش هنقول قاطع براحتك، يعني انت براحتك، عاوز تقاطع قاطع، انت بتقاطع لنفسك. على فكره احنا دلوقتي في اختبار، الناس اللي بيموتوا هم خلاص، او اللي بيستشهدوا هم خلاص عند ربهم، فهم يا بختهم ايام مفترجه وبيموت بيدافع عن ارضه وبيموت يعني احلى موته الشهاده، بيروح له عند ربنا شهيد. فدلوقتي انت اللي محتاج انك تقاطع، انت اللي محتاج انك تدعي، انت اللي محتاج انك تجس كده وتشوف انسانيتك اخبارها ايه. يعني انت تمام ولا لا عادي مش فارق لنا واحنا مالنا واحنا اللي فينا مكفينا. ف... ف دي اقل حاجه للمره المليون هفضل اقولها وهفضل اكررها، اللي احنا نقاطع، اللي احنا ندعي، اللي احنا نتابع على قد ما بنقدر. احنا اللي كل واحد فيه اللي مكفيه وعنده مشاكله، بس اللي بيحصل مجزره، مجزره كل يوم. يعني احنا لو قاعدين بنتفرج على فيلم رعب والمخرج شويه جلت منه شويه مشاهد، احنا هنستغرب ايه الافواره دي. لا مفيش افوره، في ناس بتبات كل يوم بطيران، خيم بتبات، خيمه واحد خدوا منه بيته وخدوا منه ارضه وادوله خيمه وكمان بيضربوه جواه. ربنا ينصر اهلنا في فلسطين وفي اهلنا في السودان ويطمنا عليهم وينصر كل مظلوم في كل الارض.